نصلي على النبي بقى ونبدأ بسم الله. فيلمنا بيبدأ بواحدة اسمها كلير، ودي بقى يا سيدي بتشتغل كوافيرة، وكانت قاعدة بتتمزج بكوباية القهوة بتاعتها في البريك لحد ما بتجيلها زبونة واسمها سارة. ولما سألتها كلير هتعمل ايه، قالت لها وهي في قمة السعادة انها عايزة تلونه وتقلمه. ولما عرضت عليها كلير حاجة تشربها اختارت كاس من اللي بيودي النار. بعدها بتسألها كلير عن حياتها الشخصية، وبتعرف منها انها مش من المدينة، وانها متجوزة ومعاها ولد اسمه ديفيد، وانها بتسافر كتير بسبب شغلها في الجرافيك. وكمان قالت لها على الشاب اللي بتقابله وبتخون جوزها معاه، وده بحجة انها انسانة وعندها احاسيس، وبتثبت لها قد ايه هي حياتها سعيدة. وهوبا واثناء المحادثة الكاس بيقع من سارة وسارة بتموت. وكلير كانت هادية جدا وبكل برود راحت وغطت الباب، وده عشان تكمل شغلها، وابتدت تقص في شعرها الاول، وبعدها وبكل هدوء شالت الفروة وحطتها على التمثال بتاعها. بعد كده بترجع على بيتها ولا كأن كانت بتقطع في فروة راس الغلبانة من شوية، وبنعرف انها عايشة لوحدها ومفيش غير الكلب بيبر اللي قاعد معاها بس، وكويس انه ما عندوش شعر، كان زمانه محطوط في النيش. وبعدها بتنزل على الابو بتاعها، وكانت عاملاه زي مخبأ سري كده شايله فيه المتعلقات بتاعت الضحايا. الغريبه بقى انها خدت فروه ساره وحطتها على دماغها، وفضلت تبص للمرايه وتضحك زي ما يكون بتعيش قصه السعاده والحب اللي كان عند ساره. بس المشهد يا عزيزي ما تعرفش مؤلم ولا مؤثر ولا مضحك في نفس الوقت، بس من الواضح كده ان عقلها قشطه صباح الفل. تاني يوم بيجيلها رساله من زبونه عندها اسمها اوليفيا، وبتطلب منها تعمل لها شعرها في يوم زفافها، بس كلير ما بتردش عليها. والمشهد بعد كده بيجي على اوليفيا وبيوريك الفرق ما بينهم، ان قد ايه دي سعيده ورشيقه ورياضيه، والتانيه حياتها تعيسه كده ومش نافعه. بعدها كلير بتروح عشان تجيب كوبايه القهوه المزاج بتاعتها، بس بتلاحظ ان في نقطه دم على جزمتها ووشها بيتوتر وبيصفر، فبتحاول بسرعه برجلها التانيه تمسح، بس ما بتتمسحش لحد ما بيجي دورها. ومن الواضح كده انها معروفه عشان بتيجي على طول، وبتمسح نقطه الدم وبتاخد طلبها وبتمشي. بس برضه اوليفيا مش بتهمت، وبتبعت لها رساله تاني: يا ستي بقول لك هلب ابوس كرشك، اعملي لي شعر في دخلتي. هي البت باين عليها وش موت، بس كلير المره دي بترد عليها وبتقول لها انا ريلي ما بعملش شعر عرايس. الله بقى تكونش فروتها مش عاجباها، بس بتتحايل عليها تاني وبتقول لها انا عارفه بس انا واثقه فيكي، لان الدماغ دي محدش هيلعب فيها غيرك من الاخر. وكلير بتفكر لثواني لانها عارفه ان اللي بينزل تحت ايديها ما بيرجعش تاني، وقالت لها اديني مهله يوم افكر. بس فعلا من الواضح ان كلير شاطره جدا في مجالها، لان اوليفيا كانت بتحكي لزمايلها عنها وان قد ايه هي شاطره وايديها تتلف في حرير. لا وحياتك ده انت اللي هتتلف في الحرير. في نفس اليوم بالليل اوليفيا بترمي الفرح، وده لان جات لها رساله بالموافقه من كلير، وطبعا ما كانتش تعرف انها جنب بيتها وبتراقبها. تاني يوم كلير بتقضي يومها عادي، وبايه القهوه اللذيذه والحياه الغامضه اللي عايشاها، وطبعا كميه السواد اللي جواها اللي محدش عارفه ولا شايفه. المهم بتجيلها اوليفيا عشان تعمل البروفه، وزيها زي اي عروسه يا عزيزي كان كلها نشاط وحيويه وتوتر في نفس الوقت. وكلير طلبت منها توريها الفستان عشان تظبط عليه القصه بتاعتها، وسالتها كمان لو في قصه معينه. وبعد شويه اسئله ابتدت كلير تشتغل في دماغها. وفعلا يا عزيزي بعد ما خلصت فرحه اوليفيا بتثبت قد ايه كلير شاطره في شغلها، وكمان عرفتها قد ايه هي مبسوطه بالقصه، وطلبت منها تجيلها بالليل يتعشوا مع بعض وعشان توريها الفستان مع القصه وبالمره تاخد رايها. الاغرب بقى يا عزيزي ان كلير كانت فرحانه ومبسوطه بالعرض زي ما يكون اول مره حد يعبرها او حد يعزمها. المهم بالليل فعلا بتروح لها، وكانت طالبه بيتزا ومجهزها لها، وشربوا مع بعض بمناسبه انها انقذت حفل زفافها، وطلبت منها تستناها على ما تلبس الفستان. في الوقت ده كلير تعمل ايه، كانت واخده راحتها وكأنها في بيت بنت خالتها، وكمان فضلت تجرب في حاجات اوليفيا. واول ما ندت عليها اوبا في ثانيه الا ثانيه حطت الشال بتاع اوليفيا في شنطتها، وكمان خدت بالها من مكان المفتاح بتاع الشقه. يلا نعتبر معاها نسخه من دلوقتي. وبعد ما ساعدتها في لبسه طلبت منها تصورها، وده عشان تبعتها لامها واختها، وبعدها ساعدتها في قلعه. وهنا بقى السؤال اللي دايما بتساله لزباينها: عرفيني اكتر عن حياتك. بس بعد ما اتكلمت شويه عن نفسها وحياتها بتقول لكلير عرفيني انت بقى عن نفسك. ودي كانت المفاجاه، لان كلير دايما هي اللي بتسال وعمرها ما اتسالت، فعرفتها انها عمرها ما شافت ابوها، وان امها ماتت وهي عندها 17 سنه، وانها ماتت وهي سكرانه، وانها برضو كانت مصففه شعر. اوليفيا قالت لها لو كانت عايشه اكيد كانت هتبقى فخوره بيكي. في الوقت ده بيجي عريسها تشارلي، بس وهي بتعرفه على كلير بيحرجها وبيقول لها انه جاي قرفان وجعان. فاتكسفت كلير وخدت بعضها ومشيت، وهي في العربيه انهارت وقعدت تعيط
وفضلت تلوم نفسها على اللي عملته، ده غير الكشفه اللي خدتها دلوقتي. بس فكرك يا عزيزي هي تعديها كده؟ لا يمكن، كان لازم تفش غلها في اي حد، وعلى طول راحت للكافي شوب اللي بتجيب منه قهوتها كل يوم. وبالرغم انها كانت هتقفل، بس يا عيني البت فتحت لها عشان هي زبونه مكان. وهي بتعمل لها قهوتها كانت كلير مفضيه السم بتاعها في الكوبايه بتاعت الغلبانه، واللي بنعرف ان اسمها داون. لا وكمان ما رضيتش تاخد منها الحساب، وقالت لها عندنا الحساب ده. وهوبا كل واحد فيهم بياخد كوبايته، بس كلير ما مشيتش غير لما اتاكدت ان داون شربت منها، وفضلت مستنيه بعيد ومتابعاها لحد ما الدواء بياخد مفعوله. وبعد 4 دقايق تقريبا البنت بتقع على الارض، يعني جه الوقت اللي ترضي فيه رغبتها، واخدتها على جوه وابتدت شغل. بس المره دي البنت ابتدت تفوق، فاتخضت كلير وعلى طول نزلت ضرب فيها في صدرها. وبعد ما خلصت القرف اللي بتعمله كالعاده بتروح على الابو بتاعها ورصت الباروكه جنب اخواتها. الغريبه بقى المره دي انها لما خرجت رمت المفتاح جوه الابو وكمان قفلته خالص، زي ما يكون كده هتوقف اللي بتعمله نهائي. هنشوف. بعدها اوليفيا بتبعت دعوه لكلير عشان حفل العزوبيه بتاعتها يوم السبت، وبعد كام يوم بيدخل واحد عليها وبيكون جوز اخت داون اللي كلير خلصت عليها، وبيطلب منهم ان يلزق ملصق على الازاز، وده عشان داون مفقوده. وتاني يوم بتجهز كلير نفسها للحفل، وكانت متوتره ومش عارفه تلبس ايه، خصوصا ان دي اول مره تحس ان ليها صديق. وهي رايحه الحفله بتشوف الملصقات بتاعت داون بس ولا كأن كان بيشغلها، وراحت الحفله عادي. المهم يا سيدي بعد ما راحت الحفله فضلوا يرقصوا ويسكروا ويكشي ربنا يولع فيهم كلهم. اوليفيا كانت سكرانه طينه، وبتعرف كلير انها مش حابه فكره الجواز من تشارلي، وانها متوتره، وكمان طلبت منها انها تجري معاها الصبح بس بعد ما يخلصوا قصه الجواز دي. المهم كلير بتستأذنها تخش الحمام، وهي جوه بتسمع صحاب اوليفيا وهم بيتكلموا عليها، وان شكلها مخيف وان محدش يتمنى انها تجيله في فرحه. ليه كده بس يا بنتي هتخلوها تفتح القبو تاني؟ كلير سمعت الكلمتين واتنرفزت وفضلت تعيط، وخرجت على عربيتها وعرفت اوليفيا انها مروحه. بس طبعا هي مش هتروح، فضلت متابعه البنت اللي اتكلمت عليها لحد ما روحت هي والشاب اللي كان معاها. واثناء ما كانت مستنياهم يناموا حاولت كلير تتغلب على شيطانها بس مفيش منه. دخلت عشان تخلص عليها، بس وهي جوه بتشوف صوره لمونيك صاحبه اوليفيا مع اوليفيا، وفضلت متنحه لحد ما حست انها صحيت وجريت تستخبى في الحمام. معلش بقى يا اختي يا كلير، انت اللي اخترت المكان الغلط، استحملي ريحته بقى. المهم بتروح كلير وما نفذتش اللي كانت هتعمله، والصبح بتتضايق ان مفيش رد من اوليفيا، فبتبعت لها رساله شكر تانية بس برضه مفيش رد منها. تاني يوم برضه بتبعت لها رساله اذا كانت محتاجه انها تعمل لها اي حاجه، بس الغريبه بقى ان اوليفيا بترد وبتقول لها انها عملت كل حاجه خلاص. كلير ابتدت تتخانق لانها كانت عايزه تبقى جزء من حياه اوليفيا وان يبقوا صحاب. وبعد كام يوم بتحس كلير تاني بالفراغ والملل، وكل يوم كالعاده كانت بتدور على اي رساله من اوليفيا بس برضه ما بتلاقيش، فبتتعصب وبترمي التليفون. وابتدت كلير يا عزيزي تراقب كل خطوات اوليفيا، لكن بخطوه جريئه منها راحت لها الشغل وعرضت عليها المساعده للمره المليون. بس اوليفيا استغربت وسالتها عرفت مكان شغلها ازاي. كلير عرفت تخلع من السؤال وقالت لها انت اللي قلتي لي وكمان عرفتيني انك لما اتعينتي كنت مبسوطه جدا. اوليفيا قالت لها عامه احنا تمام وقشطه صباح الفل. كلير قالت لها طب نتجمع عشان نظبط قصات الشعر للبنات صحابك الجمال. اوليفيا قالت لها انها عايزه تبقى لوحدها ومش عايزه حد جنبها اليومين دول لحد ما الجوازه دي تخلص على خير. بس كلير ما بتهمتش وقالت لها مش يمكن عايزه تبعدي عن تشارلي شويه؟ مش انت اللي قلت كده انك مش متاكده من الجوازه دي؟ اوليفيا بتسخن عليها وقالت لها لحد كده وكفايه قوي، ومش دول الكلمتين اللي اي عروسه تحب تسمعهم قبل فرحها بيومين، وعمري ما هسمح لاي حد يتكلم معايا كده ان شاء الله حتى لو كنت امي. وقالت لها ابقى اشوفك السبت بقى، وسابتها ومشي. تاني يوم واللي يعتبر قبل الفرح بيوم بتبعت لها رساله، وده لانها مش مرتاحه للمقابله بتاعت امبارح، بس برضه اوليفيا ما بتردش عليها. البت هتتجنن. اعمل ايه يا كلير اعمل ايه يا كلير؟ تقوم تتصل بيها يقوم يرد عليها تشارلي لان اوليفيا مش فاضيه، فعرضت عليه مساعدتها تاني، بس تشارلي قال لها تعالي لها يوم السبت بدري. وكلير يا عزيزي ما كانتش قادره تقاوم شيطانها واتسحبت بالليل على بيت اوليفيا، وفضلت تلف في شقتها وتتفرج على حاجاتها. ومش كده وبس، ده كمان لبست قميص من قمصانها وحاولت تشوف نفسها فيه، وكانت بتحاول تعيش قصه حياه اوليفيا انها عروسه بقى وداخله على جواز وبتقيس الهدوم، لحد ما بتيجي اوليفيا البيت فجاه وهوبا بسرعه في ثانيه الا ثانيه بتجري، وطبعا القميص حلال عليكي عشان مش وقت نغيره. وفضلت في الطريق تصرخ وتعيط لحد ما وصلت البيت وقالت ما بدهاش، وكسرت القبو ونزلت عشان تشبع رغبتها، وبتفضل تلبس الشعر المستعار بتاع الغلابه اللي تحت، لكن برضه ما كانش كفايه وحست انها مش مبسوطه. المهم انها وهي بتاخد قهوتها بتلاحظ صورتها على الملصق اللي على الازاز، ومن الواضح كده يا عزيزي ان الكاميرات لقطتها، يعني موضوعها شبه منهي وانها مساله وقت. وبعدها بتروح لحفله الزفاف، وفي الكنيسه بتقابل الحاجه ام اوليفيا وبتحضنها وبتعرفها مكانها. واوليفيا اول ما بتشوفها
بقى بتكون هتطير من الفرح وبتشكرها على وجودها. لا شكر على واجب، انت لسه شفت حاجه؟ وبتقوم بشغلها ولمستها السحريه على شعر الوليه. وكمان القطقوطه دي طلبت منها تعمل لها شعرها. وبعدها بتراقب اوليفيا وهي واقفه مع جوزها ده قبل ما يستلمها من الممر. وهنا بقى النظره اللي اكادوا اخافوا منها. وبعدها بتعدل لها قصتها قبل ما تمشي. واوليفيا بتعتذر لها عشان زعقت في وشها اخر مره، وبتقول لها الضغط النفسي السبب. لكن كلير بتمسك ايديها وبتعيط وبتعتذر لها هي كمان. واخيرا العروسه بتروح عشان يستلمها العريس. والدنيا كانت في الكنيسه الناس فرحانه والدنيا زيطه وقشطه صباح الفل. وبيرفع تشارلي عنها الطرحه عشان يظروفها البوسه المشهوره عملتها الورمه بنت الورمين. والكل بيكون في حاله دهشه وفي نفس الوقت خوف. واللي جري عشان يلحق اوليفيا واللي جري عشان خاف من المنظر اصلا. وكلير كانت فاكره ان بكده هي بتاخد حياه اوليفيا اللي نفسها فيها. والغريبه بقى انها هي اللي مستغربه وعماله تقول لهم هو في ايه وبتجروا ليه، لانها مش حاسه اصلا انها عملت حاجه غلط، لان حياتها وحياه امها هم اللي كانوا سبب في جنونها. فعشان ما تجنناش معاها الفيلم بيخلص على كده. ما تنساش بقى اللايك وتقول لنا رايك في كومنت، واشوفكم الفيلم الجاي.